السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في وصفة صابرينا كويزين حبيت نعطيكم فكرة كيفاش نشرملو كبدة الخروف. يعني كل واحدة وطريقتها، كل منطقة وطريقتها، كل بيت وطريقته في تشرميلة كبدة الخروف. أنا عندي طريقتي حبيت نقدمها لكم، بالك تستفادوا منها إن شاء الله. أما بالنسبة للمقادير راح نحتاجو هنايا عندي الكبدة غسلتها وقطعتها مكعبات صغيرة. عندي فلفل حار لمحبين الحار تقدروا تستغنوا عليه. عندي طماطم مصبرة، عندي ملعقة صغيرة، عندي فلفل بارد، ملح، راس حانوت، وعندي هنا فلفل اسود، ولهنا عندي 3 سنينات ثوم، وعندي حبة طماطم كبيرة مقطعة، وعندي قزبر او دبشة كما تعرف. في الكاسرون راح نكب شوية زيت، وهو سخون الزيت راح نسكبوا عليه الكبدة كما راكم تلاحظوا. هكا تعطيك نتيجة هايلة، تما لازم يكون زيت شوي سخون. بعد تمثم راح نكبوا الثوم والتوابل، نحركوا والفلفل البارد الحار مع التحريك المستمر. طماطم مصبرة، ونحن عندنا طماطم المقطعة نضيفوها مع التحريك. بعد دقيقتين راح نكب عليها نصف كاس ماء وخلها تغلي شوية. حتى تذبل عندنا شوية طماطم كما راكم تلاحظوا. لاصوص راهي ثقيلة عندنا، راح نحطوا لها شوية كزبر، وخلاص كملت عندنا. ثم راهي واجدة كما راكم تشوفوا، راهي بسيطة جدا وكل واحدة وطريقتها. انا طريقتي نفضل هذه طريقتي، يعني رائعة، مذاق هايل، ونتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها. ولكن عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقة، ما تنسوش تكليكوا في جيم، وما تنسوش تعليقاتكم، واذا حبيتوا المزيد اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.